كان ياما كان فيه كان فيه عصفورة صغيرة اسمها بلبلة، كانت بتحب تقلد كل حد تشوفه. يعني لو شافت قطة بتلعب كورة تروح تقلدها، لو شافت ضفدعة بتتنطط في المياه تنتزيها، ولو شافت فراشة بتطير لفوق وتدوخ تطير وراها وتدوخ. كل الحيوانات كانت بتضحك وتقول بلبلة دي مش عارفة هي ايه. وفي يوم شافت البومة الحكيمة، سألتها وقالت: يا بلبلة، هو أنتي ليكي صوت خاص؟ قالت بلبلة: معرفش، كل يوم بقلد صوت حد جديد، بس محدش بيقول صوتي حلو. ضحكت البومة وقالت: جمالك مش في إنك تبقي زيهم، جمالك إنك تبقي نفسك وتغني بصوتك أنتي. من ساعتها بلبلة قررت تبطل تقليد، وبدأت تكتشف صوتها وطريقتها وتغني بصوتها الجميل، وكل ذي في الغابة سمعوا صوتها الحقيقي وفضلوا يصطفوا ويقولوا: دي بلبلة مش شبه حد، دي مميزة وحدها، نجم ساطع المغزى، متحاولش تكون نسخة من حد تاني، كل طفل له صوت وطريقة وتميز خاص به، التقليد مش دايما بيخلينا محبوبين، إنما الصدق هو اللي بيوصل. خلصت الحدوتة، لا أحلوين نعمل لأيك واشتراك في القناة عشان توصلنا كل يوم حدوته، استنونا كل يوم الساعة 8 صباحا عشان نسمع الحدوتة.